هو مش بقول ان في كلام، لا هو في حب. يعني هو بيقول لي انا بحب البنت دي، فده ينفع اصلا؟ اه ينفع، انك انت تحب الخلق كلهم. ماشي، هو مش بيحبها محبة عامة. هو دلوقتي هو بيقول لي ان انا بحبها، قلت له طب ماشي. ما وبعدين بيقول لي وانا بكلمها علشان احجزها عشان لما نكبر نتجوز. هو قال لي كده. ماشي. 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 اظن كده شكلك انه واضح، او شكلك ان انت بتعمل حاجة وعايز تسأل عنها. قول. دلوقتي حضرتك بتقول ان الشات ما يعتبرش خلوة ما دام الاب والاهل في علانية، اه. ومفيش حاجة حرام. الحرام ده بقى يعني هو. الحرام يعني في خلوة. لا ثواني، يعني دلوقتي مثلا هو ابعت لها رسالة كاتب لها فيكي بحبك وحشتيني مثلا. بحبك وايه وحشتيني. طب ماشي، وانا هبعت لك ان شاء الله بحبك ووحشتني. انت بالذات تديني نمرتك، وان شاء الله اقول لك بحبك ووحشتني ووحشتني. وحش لما ياكل الوحشين. ايوه، ده بقى ايه اه اللي حصل ده؟ وابوها عارف. اه. خلاص. العفاف اللي هو اللي بيحط الحدود بين الناس يعني. اصل في بنات بتقول ده البيست فريند بتاعي، يعني ده ايه بقى؟ ده ايه بقى في الموقف عارفه ده هي بتقول ليه كده انه ده البيست يعني؟ فريند بتاعي؟ بتقول كده لانها ما سمعتش الكلام اللي انا بقوله ده، وانتوا بترفضوه باعتبار انكم بتحسوا من جواكم انه ضد العفاف. ايوه. بس خلاص اتحلت. ما تيجي نفهم الناس من اولها انه احنا بشر مجتمعين اجتماع بشري. عندي حد اسمه الجار، وعندي حد اسمه ابن العم، وعندي حد اسمه الاخ، وعندي حد اسمه الزميل والرفيق والعلاقة بيني وبينهم هي العفاف.